132 مليون بطارية لسيارات تسلا الكهربائية قد يدون عليها صنع بالمغرب في المستقبل القريب. فعلى عمق 1000 ل 4000 متر تحت سطح المحيط الأطلسي، وتحديداً قبالة السواحل الجنوبية للمغرب، يقع جبل تروبيك، نقطة انتقال صناعي حقيقي قد تجعل المغرب بمصاف الدول الصاعدة. هذا الجبل هذا يحتوي على معادن كثيرة جدا وذات جودة عالية، وهي كلها نادرة وكلها تعتمد عليها الصناعات المستقبلية، سواء في إنتاج الطاقة الخضراء، سواء بالنسبة للطيران، سواء بالنسبة للأسلحة، سواء بالنسبة لواحد العدد ديال الاستعمالات. مثلا التريليوم كما ذكرت، هناك الكوبالت، هناك النيكل، هناك الفاناديوم، هناك الإيثيريوم، هناك البلاتين، هناك الروديوم، هناك الروتينيوم، هناك البلاديوم، إلى غير ذلك من المعادن النادرة. يحتوي جبل تروبيك على معادن نادرة وحرجة أكثر ب50 ألف مرة من أي موقع في العالم. أكثر من 10% من الاحتياطي العالمي للتيليريوم المستخدم في صناعة ألواح الطاقة الشمسية، أي ما يمكنه إنتاج 25 مليون لوح شمسي، وأكثر ب54 مرة مما يملكه العالم من الكوبالت، الذهب الأزرق الذي يدخل في تصنيع أهم المعدات العسكرية والسيارات، إذ من الممكن أن تنتج هذه الكمية ما يصل إلى 277 مليون سيارة كهربائية في وقت بلغ فيه إنتاج السيارات الكهربائية 14 مليوناً في السنة الواحدة. 5.6 كيلوغرام بالمتر المكعب من الباريوم الذي يدخل في صناعة الطلاء والطوب والبلاط والزجاج والمطاط. 3.6 كيلوغراما بالمتر المكعب من الفانزيوم لصناعة الأدوات شديدة الصلابة مثل الدروع أو المقابض ناقلة الحركة في السيارات أو أدوات التقطيع. 2.9 كيلوغرام بالمتر المكعب من النيكل المستخدم بشكل رئيسي في تصنيع الفولاذ والسبائك والطلاء المعدني والبطاريات، بالإضافة إلى الرصاص والبلاتين والمنغنيز والحديد. باختصار، المواد الخام لجميع صناعات المستقبل. لكن يبقى السؤال الأهم: أين هو المغرب الآن من كل هذه الكنوز المطمورة؟ لكي يستغل المغرب هذه المعادن الموجودة بجبل تروبيك على أحسن وجه، فيتطلب استثمار في البحث والتنقيب، لأن نظرا لضخامة هذه الثروات المغرب يمكنه عقد شراكات واتفاقيات مع دول وشركات عالمية رائدة في استخراج هذه المعادن، وهذا سيجلب كما ذكرت سابقا استثمارات تكنولوجية مهمة للمغرب في إطار جلب التكنولوجيا. مسألة أخرى مهمة وقد تعتبر أساسية، وهي البنية التحتية اللازمة لاستغلال هذه الثروات، لأن كما نعلم لكي يتم استخراج معدن معين، بالإضافة إلى التقنيات المرتبطة بالحفر وكذلك الغربلة وكذلك الدراسة، هناك بنية تحتية لازم تكون في النقل وديال التخزين، وكذا هناك بعض الحيثيات الفيزيائية التي يجب أن يوضع فيها المعدن كي لا يؤكسد إلى غير ذلك من الإجراءات. بالموازاة يجب المغرب أن يفكر في تنزيل واستوطان صناعات تعتمد بالدرجة الأولى على هذه الكنوز. يقف المغرب على مشارف مشروع قد يكون الأضخم في المنطقة، مصنع ضخم في مجال خلايا البطاريات الكهربائية باستثمار صيني بقيمة 6.48 مليار دولار. ولكن لربما قبل كل هذه التحضيرات والتجهيزات على المغرب تسوية بعض الأمور اللوجستية وإن لم تكن الدبلوماسية. جبل تروبيك الذي يبعد عن الساحل المغربي 260 ميلاً بحرياً يطل أيضاً على جزر الكناري التابعة للسلطات الإسبانية على بعد 269 ميلاً بحرياً. ففي وقت اتفقت فيه المملكتان المغربية والإسبانية على إعطاء انطلاقة جديدة لعلاقتهما الثنائية القائمة على الوضوح وعدم اتخاذ قرارات أحادية الجانب في جميع القضايا التي تهم الطرفين، على أي بر سترسو قضية جبل تروبيك، المغربي أم الإسباني؟ في إطار العلاقة ما بين المغرب وإسبانيا على مستوى هذه الحدود، كانت هناك محاولة في الحقيقة لتأزيم العلاقة ما بين المغرب وإسبانيا، بحكم أن المغرب بادر إلى ترسيم حدوده البحرية على مستوى سواء المحيط الأطلسي أو البحر الأبيض المتوسط، انطلاقا من السعيدية مرورا بطنجة ثم إلى غاية القويرة آخر نقطة حدودية للمغرب، بحيث أن كان هناك مشروع قانون تم تقديمه إلى البرلمان المغربي وتم اعتماده بالإجماع. حاولت أطراف إسبانية إثارة هذا الملف وخلق نوع أو جو من الضبابية
حول نوايا المغرب من ترسيم هذه الحدود. وعلى الرغم من عدم البت حتى اللحظة بمصير جبل تروبيك واتخاذ أي إجراءات رسمية من الطرفين، هل يستعد المغرب لفتح مغارة علي بابا المغمورة تحت قاع المحيط؟